السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. بس مكوناتها بسيطة جدا، مش هنستهلك فيها كمان مقادير كتير، وهنحشيها كريمة هتبقى في منتهى الروعة. هنعمل كيكة الخلد النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. مقادير بقى عبارة عن ايه بتاعتنا: كوباية سكر، نص كوباية زيت، نص كوباية كاكاو، كوباية من لبن الرايب، بيضاية، رشة بيكنج صودا ومعلقة من البيكنج باودر، رشة ملح وفانيليا و3 كوبايات دقيق بس. وهنحط معلقة من الخل. كمان في الوصفة دي ممكن تستعملوا الاسباتولا او ممكن نستعمل الويسك، مش ضروري خالص المضرب. احط بقى كوباية الدقيق معاها البيضاية، الملح والفانيليا، فيها ضربة بسيطة كده، وهحط معاها الزيت. بصوا الاسباتولا على طول هتبص تلاقوا السكر مع البيض بدأ بصوا يتعامل ازاي. الملح كمان بيدي فوليوم حلو للكيك، يعني لما نحطه كده واحنا بنضرب البيض مع السكر بص بيعمل له قوام حلو. هحط بقى معلقه من الخل واللبن الرايب. ممكن احتاج شويه صغيرين من الميه، يعني حوالي ربع كوبايه من الميه. شويه بقى كده صغيرين من الميه، وبعدين هننزل بقى على طول بالدقيق. وهحط بقى البيكنج باودر والبيكنج صودا، على طول بقى ايه نلف كده بالاسباتولا على طول اتجاه واحد، طبعا الكيك زي ما احنا عارفين. هنحط بقى الكاكاو ونشوف بقى القوام بتاعنا، ان احتاج تاني لبن او ميه هنحط له. بصوا بقى القوام بتاعها اهو، القوام بتاعها مش عايزينه لا تقيل ولا خفيف. بصوا بقى انا هوزعهم على صينيتين علشان عايزه برضو السمك بتاع الكيكه ما يكونش عالي قوي. فجبت صينيه وبطنتها زي ما انتم شايفين بالزيت وبالدقيق. بسم الله. هحطها بقى على درجه حراره 180، برضو مشغلين الفرن قبل ما نبدا نشتغل في الكيك. واول ما تطلع نخلي بالنا منها لان دي سمكها رقيق، يعني 10 دقايق بالكتير ونشوفها. بصوا بقى الكيكه خرجت من الفرن. لو حابين تخلوها ارق من كده شويه السمك بتاعها هتبقى احسن طبعا في التقديم. عملت لها كريم شانتيه عادي جدا. وبعدين انا عملت كيكه الخلد قبل كده معاكم بس من فتره طويله، ما حطيتلهاش موز، حشيتها بالكريمه بس. النهارده حبيت احط لها موز، بيدي طعم حلو جدا في الكيكات يعني. وهنعمل فيها ايه بقى؟ انا المفروض اقطعها باي حاجه، باي كوبايه عندنا بالقطاعه دي، بس انا حسيت ان هي كبيره شويه، لو في واحده اقل من كده هتبقى افضل. فانا هحاول كده نمسكها كده اهي كده، نحطها بس في اي حاجه. انا لسه مخرجاها على فكره من الفرن، لو حابين تسيبوها شويه سيبوها، بس هي ان شاء الله تبقى ايه سهله معانا وبسيطه. هنقطعها كلها بالشكل ده. كلها بقى هنمسكها نقطعها، والباقي بقى هعمل فيه ايه. بصوا بقى ده اللي طلع من الكيك، هنعمل فيه ايه. همسكه كله كده وهنحطه في الكبه، وهنمسكه كده نطحنه في الكبه، عايزينه يبقى زي الرمل بالظبط. بصوا بقى دي ضربناها في الكبه كده، عايزينها كده تبقى بالشكل ده زي الرمله بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ هجيب الوحدات بقى دي اللي احنا قطعناه، هنجيبهم بقى نحشيهم بالكريمه. هنحشي كده، انا حشيتها من الارضيه بتاعه الكيك. بصوا اهو الكيك جبناه زي ما انتم شايفين كده، وهنبدا نديله كده مسحه بالكريمه كده. وهنبدا بقى كده نرص عليه الموز كده، وهحط كريمه تاني.
هنحاول بقى ايه نغطيه كده بالكريمه، بس نحاول نعليها كده شكل البوله بالظبط كده، نديها يعني ايه كميه كريمه حلوه كده. الكريمه اللي احنا بنحطها لها كمان بتعلي الكيك معانا، فبيطلع شكله حلو جدا لما بنيجي نحط عليه الكيك التاني. اهو بنمسك بقى دي كده كده ونضغط كده، ونحاول نساوي الاطراف مع بعض واحنا بنحط الكيك كده. بنغطي كل الجوانب، بصوا بتبقى كده، بتبقى شكلها حلو وبتبقى لطيفه جدا لما بنيجي كمان نقطعها بالسكينه. والزيادات طبعا احنا بنحاول ننزلها اهي. اهي هنغطي بالكريمه. بصوا سهله كتير عن الجاتوهات اللي هي التانية دي، بصراحه منتهى السهوله. احط الموز، وممكن بقى انتوا لو انتوا مش حابين تحطوا فيها فاكهه بتبقى حلوه جدا برضو بالكريمه. ونحاول نخلي الموز يعني ايه نقطعه رقيق جدا، عشان ما يعني لما نيجي نحط عليه الطبقه التانية من الكريمه ما يضايقناش واحنا بنحط الكريمه كده كده. كده نغطيها حلو كده بالكيك عشان نداري كل الكريمه اللي احنا عاملينها دي. اهو بصوا نقفلها كده. طبعا انا حطيتها في التلاجة شويه، هنقسمها كده مع بعض ونشوفها عامله ازاي من جوه. بسم الله. بصوا حلوه ازاي من جوه. بصوا بقى حلوه ازاي من جوه. جربوها، سهله وبسيطه جدا، قطعه جاتوه خفيفه وفي نفس الوقت ما كلفتناش حاجه خالص. عملناها النهارده ببضايه واحده، وكل الحكايه كانت كيس كريم شانتيه. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. لو مش حابينها بالموز ممكن الفراوله، وممكن تسيبوها بالكريمه بس هتبقى حلوه برضو. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعلقوا لي تعليق حلو علشان اعرف ان الفيديو عجبكم. ان شاء الله هيعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.